انا مع التكتل تاع الجزائر بور الجيريوي، راني مثل هذاك الجندي. عدا ذلك من فضلكم اعملوا من اجلي مصلحه كره القدم الجزائريه. كما راجلي فار العار 5 ضربات جزاء، اوكي. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامره، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامره. اليوم الدميه تاع موتسيبي، اليوم راكي نحاولوا العقوبه، الرساله واضحه، نحات العقوبه راكي بعد مباريات نحات له، لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها، انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا البلاطو باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لاجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتاثير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده الاخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. ما نرسموا لي جوار تاعنا ما كنتوش قدها، ما كنتوش قدها، معليش هذه كرة قدم ماهيش نهاية العالم. بصح لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة. حمودي راك في لجنة الفار في التحكيم، على ما تدافعوش على بلادكم؟ علاش ما تنتفضوش؟ على ما تديش استقالة وتكشف وتكشفوا لنا بالأدلة بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة. 5 ضربات جزاء، اعطيني الصور من فضلك يا وليد يا مرجاوي باش تعرفوا اليوم كرة قدم ما راش تاع 90 دقيقة وروح لدارك، عندها أبعاد دانئة من طرف هذا المخزن الدنيء الذي لا يواجه الرجال وجها لوجه. لأننا بالفعل بلد الرجال برئيسنا وبجيشنا وبشعبنا، فهموها كما شئتم. أنا جندي من جنود هذا الوطن.